انا اكلي قليل ورغم كده وزني بيزيد، فهل لو عملت عمليه سمنه هتجيب معايا نتيجه ولا لا؟ السلام عليكم، يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله حابب اشرح لحضراتكم النهارده اسباب عدم نزول الوزن رغم ان مريض بيجي لنا عايز ياخد قرار العمليه واكله اصلا قليل، فبيسالني هل العمليه هتجيب معايا نتيجه ولا لا. خلينا اشرح لكم الاول ليه اصلا حد اكله قليل ومع كده ما بينزلش في الوزن. اول حاجه بترجع لطبيعه الاكل، ان المريض ده بيكون بياخد حاجات اسمها سوفت كالوريز، يعني من وجهه نظره انه بياخد اكل قليل ولكن الاكل ده سعراته الحراريه عاليه جدا. تاني حاجه قله الحركه، قله النشاط البدني، ما بيتحركش كويس خلال اليوم. ثالث حاجه اضطرابات النوم، او ان الشخص ده ما بيكونش بينام كويس وبالتالي عنده مشاكل هرمونيه بتمنع نزول الوزن، او اننا يكون عندنا مشاكل هرمونيه زي كسل الغده الدرقيه. فمش معنى ان انت اكلتك قليله وما بتنزلش قبل العمليه ان انت بعد العمليه مش هتنزل، لا، لان العمليه بتشتغل بتكنيك مختلف، انها بتقلل من احساس الجوع، بتقلل جدا من كميه السعرات الحراريه اللي داخله جسمك، وثالث حاجه مهمه جدا انها بترفع من معدل حرق الدهون بتاعنا حوالي 10 اضعاف. وبالتالي الناس اللي اكلتها قليله ما يخافوش خالص من عمليات السمنه، بالعكس ده هي هتجيب معاهم نتيجه كويسه وخلال فتره زمنيه قليله. شكرا جزيلا لحضرتك.